حقك يا عمي، عن اذنك. اتفضل يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعلم ابراهيم ومراته وعياله وعيال عياله وحجه انيسه وعيالها وعيال عيالها ونسوان عيالها. والمقدس بطرس وعيلته، مرته وعياله وعيال عياله ونسوان عياله كمان. نسيتي يما صاحب الكشك اللي قدام البيت. يما احنا كده دخلنا في ولا 1000 نفر. يا بنت دول ناسك اهلك وعزوتك. زي ما انت يا عروسه. يخرب بيتك اللي حاطاه في راسك ده. ده زيت امله. امله. ازيك يا ام؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا ولدي. دول 40,000 جنيه. تعيه دول يا ولدي. عايزك تزود الوكل. عايز الفقير ياكل قبل الغني والصغير ياكل قبل الكبير. ربنا يخليك يا ولدي ويكفيك شر ولاد الحرام قادر يا كريم. الله يخليك يا ام. دول 20,000 جنيه. اي حاجه ناقصاك، اي حاجه بتحلمي بيها تجيبيها على طول. هي انا؟ امال ايه؟ بس انا مش ناقصني حاجه يا اخويا. عايزك تجيب احمر واخضر. تدلع للواد ولا ناوي تنكد عليه عيشته؟ هتلبسي له كلسون ولا هتعمل ايه؟ عايزه ربنا يخليك لي يا اخويا، يا اخويا وابويا وسندي في الدنيا دي. البت عينها في الفلوس وتقول لها. قلت لي دول كام يا اخويا؟ الواد طه فين؟ بيطمن على الصوان بره يا حبيبي. ان شاء الله تبقى ليله من 1000 ليله وليله. كانت ناقصه الحاج صالح دي يوم. الله يرحمه. تعيش يا ولدي. روحوا طلبة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انت ليه ما وافقتش وقلت له هتسأل عليه؟ في مشكلة مع منصور؟ يا بنتي هذا جواز، واني لازم اشير اخواتك اللي مسافرين واسال عنه. تسأل على ايه يا ابويا؟ اسال عن اهله وعن ناسه. انا مستغربة قوي يا ابويا. وليش مستغربه؟ عشان انت طول حياتك بتقولي ان الرجولة مواقف، ووقفة منصور في الحريقة كلها رجولة وشهامة، يعني ده اكيد هيحافظ عليا. ومين قال اصلا ان انا بحب ابن عمي وعايزة اتجوزه؟ ده زي اخويا. عموما اللي انت شايفه انا هعمله، بس يا ريت ما تنساش اللي ربيتني عليه طول حياتي. بعد اذنك. زين اتغير قوي يا ماما صالحة. أنا مبقاش ينفع أستنى هنا أكتر من كده. أنا كرامتي فوق أي شيء. أنا مبقتش عارفة أتعامل معاه. ولما تمشي هيكون هو ده الحل؟ هستنى لما أتأكد إن زين رجع زي الأول، إن أنا رجعت أهم حاجة في حياته وسر سعادته في دنيته. هتتأكدي وهتعرفي وهتندمي، والأيام هتثبت لك إنه ما كانش ينفع تسيبي زين في ظروف زي دي. أنا خايفة الأيام تثبت لي عكس كده. يا فيروز حرام عليكي، ده زين بيعشقك عشق. لا يا نادية، أنا ما بقتش حاسة إن ده زين اللي بيعشقني. تسيب أختك في أيام فرحها؟ أجل الكلام في الموضوع ده شوية عشان خاطر هني، وامسح دموعك. كفاية القلوب بتبكي، خلينا نفرحوا شوية. زين باشا. خير يا رضا. في واحد من المخبرين بتوعنا بيقول لي ان رجاله هتلر بتحفر في ارض في اخر البلد وجربوا يطلعوا الاثار اللي فيه. والله حلو الكلام ده. وهو او ولده بيروحوا الارض دي؟ لا هو بس وجليل. والارض دي ملكه؟ لا مش ملكه، مأجرها، وطبعا كاتب عقد الايجار باسم واحد من رجالته. طب والله هديه حلوه مننا لمباحث الاثار حبايبنا. يا محمد بيه، عندي لك هديه محترمه. شفت اللي حصل لعالية؟ شفت. رحت لها المستشفى وما عرفتش اخش عليها اوضتها. مش متخيل انها اشوف عاليه في الوضع ده. ربنا يصبرها ويصبر اهلها. ايه فكرتي؟ فكرت في ايه؟ في موضوعنا يعني؟ فكرت.
واخدت راي بابي ومامي. ووصلتوا لايه؟ للاسف يا ادهم انا مش هينفع اسيب البنت ده قرار نهائي؟ نهائي. وانا مش هطلق. as you like. بس على فكره قانونا البنت معايا. قانونا البنت معاكي؟ انت عارفه لو بنتي معايا واحده تانية كنت ممكن اطمن، انها معاكي انت بالذات مستحيل. ليه ان شاء الله؟ امنا الغوله ولا ايه؟ عارفه يا هند، انت ست اتربت ان هي تاخد كل حاجه، المهم ما حدش يسبقها وياخدها. يوم ما اتجوزتيني بعيون صحابك مش بقلبك ولا عشان تبني بيت. يوم ما خلفنا عشان تثبت لهم ان الجوازه دي ناجحه. انا وبنتي مش حاجات في الحياه عشان حد يملكها، وانا مش هستنى القدر يكتب لبنتي الفشل عشان ترجعي بعد كده وتقولي انك كنتي غلطانه، وساعتها بنتي تكون راحت مني. فكري كويس يا هند انت عايزه تعملي ايه، لان بنتي انا مش هسيبها. خلاص يلا فتح لي. حلو. ده انا خلتني عروسه بجد يا فيروز. يا بنتي انتي طول عمرك احلى عروسه من غير ميك اب ولا حاجه. طول عمرك زي القمر يا بنت عمي. من غير الاحمر ولا اخضر. سو كيوت. بقول لكم ايه، تحبوا احط لكم ميك اب بعديها؟ ليه يا اختي حطي لنفسك، احنا مش محتاجين. ماشي يا جميله جميلات ان. بقول لك ايه، الامور هديت بينك وبين زين شويه ولا؟ ارجوك يا ناديه بلاش السيره دي دلوقتي، خلينا مبسوطين النهارده. لا عشان خاطري صالحيه النهارده، مش عايزه فرحي يبقى دمه تقيل عشان خاطري. هو انتوا متخانقين لا سمح الله؟ شكلهم كده. خليكي في حالك يا ليلى. هو خلاف بسيط وهيروح لحاله، ما انت عارفه اخوكي ما بيقدرش ابدا على زعلي، كل ما بنتخانق كلها نص ساعه ويجي صالحني على طول. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ايه انت لسه هتسبلي؟ يلا لسه ورانا بقى الفستان والشعر وكل حاجه. يلا يلا عشان تغيري. بنتي يا صفيه هاتي لي صباع الروج بتاعك. مش قلتي مش عايزه؟ قلت لك هاتي، انا حره. يلا هاتوا. الحكومة دخلت الأرض يا أبوي. يعني ايه؟ يعني اللي حصل. ومسكوا حد؟ الغفير يا ريس، وهو كده وكده مش فاهم حاجة. والحاجة اللي فيه؟ ما لحقناش نطلعوها. ايه؟ انتوا جايين على أهم مقبرة لقيناها وتقولوا ما عرفتوش تطلعوا اللي فيها؟ دي فيها كنوز يا حبش. ده أنا جابت نص تمنها. أنا هتلر وما أعرفش أحمي أرضي. أقول إيه للناس؟ اهدى يابا، اهدى. اللي فيها موجود، هنتصرف ونطلعوه. هيروح فين يعني؟ اهدى، المهم صحتك دلوقتي. إخبارية بالصدفة. أنا عارف مين اللي وراها. زين صالح القناوي. مش ناوي يجيبها